السلام عليكم، معكم كوثر من مدينة طنجة المعروفة بموتورينا لول على الانستغرام. أول مرة ركبت على الدراجة النارية. صراحة كانوا كيعجبوني الدراجات النارية من شحال هادي من كنت صغيرة، وفاش كبرت ورجعت إنسانة عاقلة بديت كنكري الدراجات النارية وكنت كنركب عليهم. صراحة كان كيجيني واحد الإحساس اللي مزيون صراحة، بزاف الدوبامين كيطلع كتحس بالفرحة في قلبك. من بعد فاش توفرت الامكانيات شريت الدراجه الناريه ديالي كاول دراجه ناريه، وتكرفصت فيها في الاول باش نتعلم الفيتاس وديك الشيء. طحت شحال من مره بلا حساب. بعد اول مره خرجت موتور ديالي اول نهار طحت فيه تجرت من يدي من هنايا ورجلي، ودخلت للدار حالتي وبا كيقول لي لا عمرك تعاود تركب على هذا الموتور. وانا كنقول له با عادي اللي كيبغي موتور يعني عادي طيحات هذا هو. ديك الطيحات ديالو حلوين، واخا كتقصح الطيحات ديالو حلوين صراحه. رجع هو الحب، فاش كنكون معصبه كنركب على الموتور كنبقى شي معصبه كيفهمني، رجعت كنحس به. كنتعرض للتحرش وبصراحه ماشي بزاف، حيت اغلبيه كيجبروا من الله عايل، حيت غريب يجبروا عائله كتسوق الموتور خصوصا في طنجه كيجيهم غريبه. كيهضروا معايا بعض الناس ولا هادي، فاش كنجاوبهم كيجبروا الصوت ديالي د عائله كيتصدموا. وعاد كاينين اللي كيبقاو يتحرشوا هادي الطوموبيلات وكيزيروا عليا كيعذبوني. جامي كنقول لا عطيت الدراجه ديالي شي واحد يخسرها لي يعمل فيها شي حاجه. صراحه ما متفقاش خصوصا السيلندر، حيت كاينين شي بعض المواطر فهمتي اللي بحال دابا انا هذا كيعذبني. دابا في العقبه ما كيسكت لي كيعذبني، وانا عرفتي عائله ما كيفاش نعمل مع الموتور. شحال من مره كنوقف شي هوندا شي حاجه كيهزوا معايا يدي مسكين فين يتعدل. وخصوص البيرمي قال لك البيرمي والغرامه، صراحه كنقول زعما البيرمي كاينين بحال دابا الطوموبيلات الناس عندهم بيرمي وما كيحترموش قوانين السير مره. خصوصا دابا فاش بديت كنسوق كنجبر ان الناس ما كيحترموش مره قوانين السير، ني سينيال ني والو، كيجيو كيدور لك كيوقف حداك. يعني داكشي ماشي بيرمي، داكشي بالدماغ. يعني انت واش كتعرف تسوق ولا لا؟ ماشي هذيك الوثيقه يعني غير كنعتبرها وثيقه وصافي، غير انها صافي راك كتعرف تسوق وصافي. باش ولات عندي دراجه تقريبا شهر، ولكن شحال هادي كنت كنكري مره هيدا. الرساله اللي غادي نوجه لهم انهم يسوقوا غير بشويه، ما يبقاوش يطيروا ويعملوا ديك الالعاب البهلوانيه. خصوصا ديك الالعاب البهلوانيه هي اللي خلاتهم انهم يزيروا علينا هاد التزييره ويقول لك البيرمي والغرامه وديك السيلاندر وديك الشيء، ويعملوا البروتيج ديالهم والكاسك ديالهم ويسوقوا بشويه، ما يبقاوش يزيكزاكي وديك الشيء، حيت كيعرضوا الحياه ديالهم للخطر وكيعرضوا الحياه ديال بزاف من الناس للخطر. صراحه في الاول جاتهم صعيبه انني قلت لهم بغيت نشري موتور. قلت لها ماما خصك تعاوني تكمل لي فلوس باش نشري موتور داك الشيء. قالت لي لا هالسخط هالرضا اذا شريتي موتور انا يماك انت بنتي. كنقول لها ماما حرام عليك، عادي يا ماما الموتور غيسهل عليا فهمتي نوصل فين ما بغيت هادي مع شنو فاكيد خليني نشري موتور. وهادي تقول لي شي سخط هالرضا. اصلا بقيت كنقنع بها صافي بغات. وبقيت ديك الايام الاولى كل ساعه كيصوني كنجاوب كنقول لهم انا باقا حيه باقا.